اللهم اجعل يومنا يحمل بشائر خيرك، واجعل لنا فيه رزقا وفرحا وعافية. اللهم في يوم الجمعة نسألك خيرا في أي اختيار، ونورا في كل عتمة، وتيسيرا لكل عسير، وواقعا لكل حلم. اللهم خيرا في كل أمر ننتظره. اللهم في يوم الجمعة أكرم خواطرنا بسماع خبر جميل، وأشفي كل مريض، وأرحم كل ميت، وأشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير. اللهم قدرا جميلا وخبر. سلام الزينات تاعي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وبصحه جيده يا رب، ويلقاكم لا فيديو تاع نهار اليوم في احسن الاحوال. انا صافا الحمد لله، ونشكر البنات اللي توجور يسقسيو عليا في لي ميساج في الانستغرام. نحب نرحب المشتركه جدد عفوا، ونقول لهم مرحبا بكم ونورتوا القناه، وبفضلكم عائلتنا قاعده تكبر، ومتتبعاتي الوفيات نقول لهم انتم الكل في الكل، ربي يحفظكم. واللي صادفتها قناتي لاول مره نقول لك واش راكي تستنى، ديري جيم وابوني وفعلي زر الجرس باه تلحقك نوتيفيكاسيون تاع لاشين. هنا عسولاتي ابداو ليا لا فيديو بهداك الجيم من يديكم الملاح. وهنا قبل ما نبداو الفيديو تاعنا ما تنساوش تصليوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عسولاتي الفيديو تاع اليوم شويه متبدل، صورت لكم فيها كيفاه نفوت نهاري كي ما تكونش عندي خدمه ولا ميناج. انا نحب في الويكاند نبروفيتي، نحب ندوش ونتهلا في روحي، ونحب نخرج وسير الايام كل يوم واش ندير فيه. هذه هي الحياه تاع كل امراه قاعده في الدار. هنا حبيباتي بعد ما غسلت وجهي وفطرت، اول حاجه بديت بيها هي الغداء. انا هنا كنت درت مولفه بالجمعه عفوا ندير نعمه. مي الزوج ما يحبش ياكل النعمه، قلت خلي ندير ملوخيه تاع الجردينه مع الدواره. الله الله كما قالها التونسي تعمل 66 كيف. هنا كنت قليت البرمه، درت البصل وكثرت الثوم، كما على بالكم الملوخيه تحب الثوم. ودرت لفاحات فلفل اكحل وراس الحانوت والملح والزيت، وخليتهم يتقلاو مليح. من بعد زدت كاس ملوخيه وكاس تاع زيت، كما على بالكم ايضا الملوخيه تموت على الزيت. انا هذه الطريقه تاعي كي نطيبها، كل وحده وكيفاه طيبها، كل وحده وطريقتها. وحده من جهه وتتفلسف عليا في لي كومونتير راني نضحك معاكم برك. ومن بعد ما مرقتها كنت خليتها تطيب على راحتها ونقصت عليها. وما بين الغدا تاعي راهو قاعد يطيب، رحت ديريكتو من لا شامبر باه نهويها. كنت فتحت الطواقي وخليت هذيك الشميسه تدخل. كنت جبت هذه لاكوات باه نحطها في الطاقه، وحطيت معاها الزاوره والمخاد تاعنا. انا غير نشوف الشمس طلت نخرج الفراشات كامل تتهوى. وبالنسبه للبنات اللي يحبوا يتواصلوا معايا في الانستغرام دوك نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف، ونخلي لكم الصوره تاع الانستغرام هنا واسمه. شوفوا لي هذاك الجو يهبل يليق غير تاع حواس. وانتم حبيباتي احكوا لي كيفاه تفوتوا لا جورني تاعكم نهار ما تكونش عندكم خدمه في الدار. وهنا كنت راح نفرش هذه لاكوات اللي جايه في الموطارد. هذه راني فرشتها معاكم كي كنت عروسه، وزدت فرشتها معاكم درك. انا كنت فرشتها على الجهه الاخرى لانه مدايره الريدو في القري، ولاكوات فيها دوك القلوب جايين في القري. وحطيت المخاد، كنت حطيت هذاك المسند وزدت معاهم هذوك المخاد باه يجيو واقفين. وبطبيعة الحال ما ننساش هذا المعطر تاع كوين الدوبيشة، عندها واحد المعطرات ما شاء الله، ننصحكم تروحوا تشريوا من عندها. ومن بعد رحت بها نطبق هذا القش اللي كنت دخلته بعد ما شاح لي اكيد. لانه كون نخليه راح يزيد نغسل القش
وندخله ويقعد يتراكم. لازم نطبقه على الحرارة ونخبيه، ونرجع لكل حاجة لبلاصتها. بعد ما كملت ملي شامبر كنت رحت للكوزينه باه نمسح الكوزينير كما على بالكم وشفتوا في الفيديو السابق. كنت غسلته، وهنا راح نمسحه مسحه خفيفه برك لانه كان طاشه لي شويه، طاشت لي غير هذيك الالومنيوم برك. هنا كنت صبيت قطرات تاع الجافيل، وهنا جبت البونجو لاجيكس وبديت نمسح شاكم في هذاك الوسخ. وفي نفس الوقت الغدا راهو قاعد يطيب، ومره على مره نروح نطلع على البرمه تاعي باه ما تلصقليش هذيك الملوخيه ونحركها. وكما على بالكم يوم الجمعه يوم خاص بالعباده والصلاه، لازم نستغلوا هذا اليوم. ومن بعد رحت جبت الباليه وبديت نفرح في هذه الطابي تاع الكروار، لانه كانت الدار كامله نظيفه وكانت مسيقه. وبعد ما كملت هذوك الشغالات كامل رحت شعلت شويه تاع بخور باه نبخر به الدار. انا نحب نهار الجمعه نشم ريحه البخور في داري. كنت درت هذا البخور، ولا ندير العنبر كي يكون يخلص لي البخور نستعمل العنبر. هنا كنت درته في هذه البخاره ورحت باه نبخر في الصالون. انا كي نبخر الدار ويطفى لي هذاك البخور، تقعد هذيك الريحه اللي نشموها كي نروحوا نباركوا الواحد جاي من الحج يخي، تقعد في هذيك الريحه. انا هذه نحب نشمها في داري. وهنا هاي ليكم الملوخيه تاعنا طابت، راهي قاعده تطلع في الزيت. زدت حطيت عليها 3 قرون فلفل حار باه يطلق لنا هذيك البنه، وكاينين اللي يزيدوا يلوحوا ثوم مرابي. وهنا هاوليكم الغدا تاعنا، كانت عندي الكسره مع الخبز والملوخيه والجازوز وشويه تاع ديسير. هذا واش كان عندنا موجود. السلطه ما عندناش فيها حاجه. وكل نهار ورزقه، كل نهار واش يكتب لنا ربي نطيبه. وهنا حبيباتي كأول مرة في القناة راح نشارك معاكم حاجة كنت سخفة عليها وشريتها وما خليتهاش في قلبي. كنت شريت هذو المناقش تاع الويزة، كنا شرينا منهم انا وماما واختي. مي ما شريناهمش في نفس الوقت، كانت بيناتنا ايامات وكانت الاسعار تختلف. ماهوش كيما السعر تاع ماما، ماهوش كيما تاع اختي، كيما تاعي انا. وهنا هكاك جويه 3 ولا 3:30 كنا خرجنا رحنا للحديقه تاع الحيوانات تاع بربطيه اللي موجوده في القاله الغنيه عن التعريف. كنا دينا رتوله، شافت الحيوانات كأول مره ولعبت شويه. وكي اديناها وندمنا لانه ما حبتش تروح لنا للدار، قالت لنا غير خلوني هنا. وكان عاجبها الحال، شافت الاسد، شافت الدب، وشافت هذاك التمساح الصغيرون. الالعاب ما حبتش تلعب.